انت ما فقدتيش انوثتك، انت اتسحبتي لدور مش دورك، فاضطريتي تلبسي طاقه مش بتاعتك. خليني اقول لك كده على حاجه، اللي هي الفيمينين انرجي والماسكولين انرجي والمصطلحات اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت. لما اتكلم على الفيمينين انرجي والماسكولين انرجي واجي اصنفها لازم اصنفها صح. لما اقول طاقه الذكوره عند فلان عاليه، انا بتكلم هنا على طاقه عطاء، طاقه احتواء، طاقه مسؤوليه، اتخاذ قرار، قوه، ثبات. ده لازم يكون متوفر عند الراجل. ولما اتكلم على طاقه الانوثه عند الست واقول عندها طاقه انوثه عاليه، اولها طاقه استقبال، بعد كده طاقه الحب، العطاء، طاقه برضو امان زيها زي الراجل، طاقه المشاعر، طاقه حاجات كتير جدا اساسها ان لازم يكون اللي معايا الطاقه الذكوريه عنده عاليه. اكلمك هنا على نوعين من الستات. في نوع منهم بيكون ست كده سايحه كده في نفسها وضعيفه، ما بتعرفش تاخد قرار، ما بتعرفش تحط حدود مع الناس، ما بتعرفش امتى تقول وامتى تقول لا، ما بتعرفش تدير مسؤوليتها الشخصيه، ولا انها تدير مثلا مرتبها، ولا تعرف ده رايح فين وده جاي منين. ممكن تيجي على اخر الشهر مثلا تستلف، تدخل جمعيه وما تعرفش تسدد، عشوائيه، في اقرب مطب تقعد وتعيط وانا 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 ومحتاجه فلان ومحتاجه فلان، تضحك لاي حد، ما تعرفش تصد حد، ما تعرفش ليه بتجامل، خايفه فلان ده يزعل وفلان ده يزعل وفلانه دي تزعل. الست دي الراجل في الاول بتصعب عليه ويقول طب محتاجه حاجه يا فلانه نعمل لك كذا، لكن بعد فتره بيشوفها انها ست غير مسؤوله وفعلا بتنزل من نظره، مش هي دي الست اللي هو عاوزها. على نقيض بقى النموذج التاني من الستات اللي هي ست يتقال عليها فعلا ست اندبندنت، وفعلا والاندبندنت بالمفهوم الصح مش بالمفهوم الدارج عند الرجاله ان هي وهي راجل. لا، هنا الست دي مستقله في نفسها، عارفه هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه، عارفه امتى تقول وامتى تقول لا، عارفه ازاي تحط حدود مع الناس، عارفه ايه اولها وايه اخرها، بتعرف تدير مسؤوليتها على اكمل وجه، بتعرف تصنف ميزانيتها، ده انا هعمل بيه كذا وده هعمل بيه كذا، ده يناسبني ده ما يناسبنيش. الست دي بتبقى فعلا ست مسؤوله عن تصرفاتها وبتبهر الراجل، يشوفها يقول لك الله الست دي، شوفوا الست دي بالرغم انها ما شاء الله عليها مهتميه بنفسها وبتلبس وي وي وي، الا انها راجل في تصرفاتها. شوفوا قاعده كده بتبقى فاهمه كلامها موزون وفاهمه هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه، بتضحك امتى ما بتضحكش امتى، بتدير امورها ازاي، بتتكلم ازاي، بتقعد ازاي، هي حاسبه خطواتها وعارفه هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه. لما نيجي بقى نتكلم على النموذج التاني اللي هو الست الاندبندنس، لما بتيجي تتجوز بيحصل ايه؟ النموذج التاني ده بقى من الستات بتبقى عاشت محافظة على نفسها وبتبقى عارفة حدودها وعارفة أولها وآخرها طول الوقت، وبتبقى بعد الجواز هتنتقل مسؤوليتها من المسؤولية الفردية للمسؤولية الجماعية، هتحافظ على بيتها وجوزها وأولادها ونفسها. ده مش معناه ان هي هتبقى راجل، لا، هي عارفة ان هي هتقدر تقوم بالدور ده على اكمل وجه، بس هتقوم بيه ازاي على اكمل وجه؟ تحت مظلة حماية الراجل ليها. وهنا نتكلم بقى على دور الراجل في انه لازم تكون الطاقة الذكورية بتاعته عالية علشان يقدر يوفر لها اللي هي كانت موفرة لنفسها وهي لسه مش متجوزة. لازم الراجل يحسس الست بالامان. الكلمة دي أنا كنت بسمعها كتير وأنا صغيرة، كنت أسمع الناس تتكلم تقول أهم حاجة الأمان، أهم حاجة الأمان. فكان بالنسبة لي إيه هو الأمان؟ يعني هل في راجل هيدخل عليا البيت يخطفني ولا هيدخل يضربني؟ أنا مش فاهمة إيه هو الأمان. لما كبرت عرفت إن الأمان ده كلمة كبيرة جدا، بعيد عن الأمان المادي، بعيد عن حاجات كتير. أهمهم الأمان النفسي، إن أنا أتكلم من غير خوف، اقول رايي، اعبر، انطلق، يا ادخل بيتي ابقى عارفه ان المكان ده هو المكان بتاعي، هو المكان اللي انا بطلق فيه العنان لنفسي والافكاري، واطلع بقى اتحرر من كل القيود اللي عندي جوه بيتي. لما اكون تعبانه ابقى عارفه ان هو هيشيلني وان هو مش هيتريق عليا وايده بايدي على طول الوقت. هنا لما الست بتحس بطبيعتها، لما بتحس ان الراجل اللي قدامها ثابت، هي بترتاح. ولما بترتاح بتظهر هنا بقى الفيمينين انرجي،
بتظهر بقى الأنوثة ويظهر الدلع، والست تديه أفضل ما عندها وتزدهر وتبقى جميلة كده في نظره، لأن عندها الوقت إن هي تتدلع وتحب وتطلع الأنوثة بتاعتها، لأن هو قدامها راجل ثابت وقدر يحسسها بكده. على عكس الراجل التاني اللي هو شايل ايده مثلا من حاجات كتير وعليها كل المسؤولية وعليها كل البيت، فبالتالي لو قصرت في جنب من الجوانب أو ما قدرش تعمل حاجة زي ما هي بتعملها من مسؤولياتها، هي هتحس إن في الوقت ده الدنيا هتقع، فبالتالي بتضطر إن هي تنشف وتقوى. وهنا طاقة الذكورة عندها بتعلى وبتقوم بالدور اللي هو المفروض يقوم بيه، ويلف بقى ويقول ايه بقى؟ مالك انت اتغيرتي ليه؟ امال فين الدلع وفين الحب وفين فين اللي انا كنت بشوفه ايام الخطوبه؟ فين ده كله؟ انت ايه اللي جرالك؟ انت قلبتي كده ليه؟ في نقطه تقيله لازم تتقال. في بعض الرجاله بتكون داخله الجواز وهي عايزه تشوف نسخه امها في البيت، بيتجوز وهو عاوز واحده تخدم وتطبخ وتغسل وتنظف وتبقى خدامه في البيت وتعمل كل حاجه، وفي الاخر تبقى مبتسمه. طيب هتيجي الابتسامة دي ازاي لما هي بتعمل كل حاجة؟ وفي الوقت اللي احنا فيه ده الست بتشتغل والراجل بيشتغل. طب ما هي امكانياتها الجسدية وقوتها ضعيفة. طيب هنا بقى لازم يفهم ان الجواز مش خدمة، الجواز شراكة. الام او امه لما كانت بتعمل الكلام ده كانت بتعمله بدافع الامومة، لكن الجواز ده انت متجوز واحدة، الجواز هنا شراكة ما بينك وما بينها، مش خدمة، مش عقد خدمة. لا، الراجل اللي ايده بايد مراته في البيت وبيحاول ان هو يساعدها، والله شافها تعبانة خليني اعمل ده عنك، طب احنا هنعمل ايه النهارده؟ طيب تعالي مثلا ننقل ده سوا، تعالي نشتري الطلبات بتاعه البيت دي سوا، تعالي نشوف انا اذاكر للولد ده وانت تذاكري للبنت دي، وايده بايدها. الراجل ده مش راجل ضعيف ولا راجل مكسور، ولما يسمع مراته ان هي تعبانه ويسمع شكوتها، او مثلا جت من الشغل زعلانه ويسمع شكوتها، ده راجل عنده طاقه الذكوره عاليه جدا. كلمتين صغيرين منه ممكن تحييها من اول وجديد وتقوم تعمل كل حاجه. هنا لازم الرجاله تبقى فاهمه ان الست لما بتتغير بعد الجواز هي بتتغير بسببه هو. لازم تكون طاقة الذكورة عندك عالية علشان طاقة الأنوثة عندها تطلع وتبقى عالية. القوة هنا مش إنك تتخدم، القوة هنا إنك أنت تخلق بيئة جميلة وحلوة تخلي الست اللي معاك تنور وتزدهر وتبقى كده ريحتها حلوة وجميلة. الست بطبيعتها لو فضلت طول الوقت في حالة قتال وهي مسؤولة هنا وهنا 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 وبتتنطط من هنا لهنا لهنا لهنا، هي خلاص فقدت أنوثتها. حتى لو كانت بتلبس أحلى لبس ومغرقة نفسها بأغلى البرفانات والميك اب ومدلعة نفسها، هي فقدت أنوثتها، هي بالفعل اتحولت راجل وخدت الدور اللي هو مش دورها. ليه؟ لأنها فقدت حالة الأمان.